فنسأل الله عز وجل أن يجعل الشيخ سيد قطب رحمه الله عنده من الشهداء، فهو الرجل الذي قدم دمه وفكره وعقله لدين الله عز وجل. نسأل الله أن يتجاوز عنه بمنه وكرمه، وأن يغفر لنا وله، وأن يتقبل منا ومنه صالح الأعمال. وأنا أشهد الله أني أحب هذا الرجل في الله، مع علم يقينا أن له أخطاء. وأنا أقول لو عاملتم يا شباب شيوخ أهل الأرض بما تريدون أن تعاملوا به الشيخ سيد قطب، فلن تجدوا لكم شيخا على ظهر الأرض لتتلقوا العلم على يديه، لأن زمن العصمة قد انتهى بموت المعصوم محمد بن عبد الله. وكل كتاب بعد القرآن معرض للخلل، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لذا فأنا أحب هذا الرجل مع علمي ببعض أخطائه، وأقول ومن من البشر لم يخطئ، ومن من البشر لن يخطئ، فكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون.